إن جاء حرف المد والهمزة في كلمة واحدة قلنا سماه العلماء متصل، وقلنا سموه المد الواجب لأنه يجب تطويله عن المد الطبيعي. ما في قارئ في الدنيا من القراء العشر ولا غيرهم روى لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المد المتصل حركتين أبدا. أقل ما روي في المد المتصل 3 حركات، هذا أقل ما روي فيه. 3 حركات يعني فويق القصر. هذا ليس لحفص طبعا، أنا أتكلم على القراء العشر بشكل عام. فأقل ما قيل في المد المتصل 3 حركات، لذلك لا يقصره أحد، فلذلك قالوا عنه واجب، يعني واجب تطويله عن المد الطبيعي، هذا معنى كلمة واجب. هذا إن جاء حرف المد والهمزة في كلمة واحدة. افرض أن حرف المد جاء آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها، يعني مثل يا أيها بدل جاء الحرف المد والهمزة في كلمة واحدة. نفس المنظر يا أيها حرف المد وبعده همزة لكن في كلمتين متجاورتين متتاليتين. فهل يعامل هذا المد المنفصل كما عاملنا المتصل أم لا؟ الحفص من طريق الشاطبية نعم، المد المنفصل كالمد المتصل تماما، يمد بمقدار 4 حركات أو 5 حركات. مثاله يا أيها، هذا مثال لحرف الألف. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا آخرها واو ساكنة حرف مد قبل مضموم، لأنه قوا أنفسكم، أنفسكم أول حرف فيها همزة قطع، فلما نصل قوا فحرف المد والهمزة ملتصقين في النطق كأنه متصل لكنه منفصل باعتباره في كلمتين. وأستطيع أن أقف على كلمة قو، أقول قو وأقف لو ضاق نفسي مثلا. مثال الياء مثلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي آخرها ياء ساكنة قبلها مكسور يعني حرف مد. أنفسكم أولها همزة قطع، إذا تجاور في النطق حرف مد وهمزة ولكن من كلمتين. يعامل المد المنفصل من رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية معاملة المتصل، فيمد 4 حركات أو 5 حركات. تعريفه هو أن يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها. هو أن يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها، نحو يا أيها قوا أنفسكم وفي أنفسكم. يمد بمقدار 4 أو 5 حركات. سماه علماؤنا المد الجائز، سماه علماؤنا المد الجائز، ونقول إنه سمي جائزا، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. سمي هذا المد جائزا لجواز مده وقصره، لجواز مده وقصره. يعني روي عن القراء ومنهم حفص لكن من خارج الشاطبية من طرق أودعها إمامنا ابن الجزري في منظومته العظيمة طيبة النشر في القراءات العشر. من جملة منظومات الإمام محمد بن الجزري المنظومة العظيمة الألفية 1000 بيت طيبة النشر في القراءة العشر. من طريق هذه المنظومة التي اختصر فيها رحمه الله كتابه الضخم النشر في القراءة العشر، ممكن أن نقرأ لحفص المد المنفصل بمقدار حركتين. يا أيها الذين آمنوا لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، فنقصر المنفصل ونمد المتصل. هذا وارد لحفص ولغير حفص، موضوع قصر المنفصل. لذلك علماؤنا يسمون المد المنفصل المد الجائز ولا يقولون المد الواجب. لما؟ لأنه يجوز قصره
روي لنا عن رسول الله مقصورا، وروي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممدودا معاملا معاملة المد المتصل. طبعا أيها الإخوة، نحن في دروسنا الأولى ذكرنا بأن القرآن العظيم نقل إلينا بثلاث سرعات: بطء وسرعة وبينهما. البطء سماه في القراءة سماه الأئمة التحقيق، السرعة في قراءة القرآن سماها العلماء الحدر، وعدم السرعة وعدم البطء سماه علماؤنا التدوير. تدوير القراءة يعني لما يجلس القوم هكذا بالدور فيقرؤون يدورون القراءة من واحد إلى واحد، يعني يقرؤون في الحلقة. فالسرعة التي يقرؤون فيها لا هي سريعة جدا كالحدر ولا هي بطيئة جدا كالتحقيق. هذه سرعة التدوير. يعني يناسب من قرأ المد المتصل، عفوا، من كان يقرأ بالحدر يناسبه قصر المنفصل، ومن يقرأ بالتدوير أو التحقيق يناسبه مد المنفصل. هذا بالنسبة للحفظ. من أجل هذا نجد بعض أحبابنا المشايخ حفاظ القرآن الذين يقرؤون في التراويح، يعني مع أنهم يكونون قد تلقوا رواية حفص من طريق الشاطبية بالمد، يحبون أن يقرأوا بقصر المنفصل من أجل يعني السرعة قليلا، ومن أجل أن الناس لا تمل، وإن كان القرآن لا يمل، لكن سبحان الله يعني الناس يحبون السرعة في كل شيء في هذا الزمان، عصر السرعة. حتى في المد المنفصل يعني يريدون قصره. ممكن قصر المنفصل، لكن المتصل لا، المتصل لا يقصر أبدا. صار عندنا أيها الإخوة المتصل واجب لأنه لا يقصر، المنفصل جائز لأنه يجوز قصره، وإن لم يكن هذا من طريق الشاطبية بل هو من طريق رواية حفص من طريق طيبة النشر. أظن أن عندنا فاصل أم ننتقل إلى اللوحات؟ إن كان عندنا وقت ننتقل إلى اللوحات ونرى اللوحة الأولى من اللوحات التعليمية في حلقة اليوم، التي تبين قول إمامنا الجزري رحمه الله في البيت 72: وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. نأخذ اللوحة. وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. نرى على اللوحة 7 المد الجائز المنفصل، المد السابع من المدود التسعة التي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها. المد الجائز المنفصل هو أن يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها، نحو بما أنزل. المثال الثاني الواوي: قالوا آمنا. المثال الثالث اليائي: وفي أنفسكم. طبعا أيها الإخوة هذا المد لا يكون إلا في حال الوصل، يعني لو وقفنا على بما أنزل، لو وقفنا على بما نقول بما لزوال سبب المد. ما الذي جعلنا نمد؟ مجيء الهمزة. لما أقف على أنا بما ما في همزة، إذن يعود المد إلى حركتين طبيعي. قالوا آمنا، لو وقفت على قالوا كيف أقف؟ هكذا قالوا. وفي أنفسكم، لو وقفت على وفي أقول وفي بمقدار حركتين لا غير. السطر الذي بعده نرى على اللوحة: ويقال له المد الجائز لاختلاف القراء في مده وقصره، وقد شرحت لكم منذ قليل ذلك. والسطر الأخير من اللوحة نرى فيه ويمد، يعني المد المنفصل في رواية حفص من الشاطبية، يعني من طريق المنظومة الشاطبية، بمقدار 4 أو 5 حركات. نتابع بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، فانتظرونا بارك الله فيكم.